لا نحن سمعانين بكبة درويش، كبة مقلية مشوية، بس كبة في اي بي لا هي جديدة. تعالوا شوف الوصفة معي. هي العجينة الفي اي بي اللي عن جد رح تنجح معكم ان شاء الله من اول مرة، ورح تكبكب حالها، لا بتعذبكم، لا بتفك بالقلي، ولا بتفرط، ولا بيصير لها اي شيء. ومن نفس العجينة بتعملوا مقلية او مشوية، ومن نفسها للعجينة بتصير لبنية او بالصينية وبالفرن مشوية. بالبداية بنحتاج لبرغل اسمر او اشقر، يفضل تعملوا تخليط. مثلا استخدمت 600 غرام برغل اسمر و400 اشقر. حطيت لهم مي فاترة او مو سخنة ابدا، فقط غمرة مثل مبلو، تركتهم 3/4 الساعة حتى تشرب. وحطيت بصلة وشوية كمون وبابريكا وملح، ونص كيلو هبرة أو 600 غرام هبرة خالي من أي عرق دهن، ودرجة الماكينة تقريبا 3 وجوه. شوفوا ما شاء الله كيف البرغل مفتح وشربان معنا المي كلياتها. طبعا ما ضفت له مي أثناء الطحن إلا إذا حسيته كتير ناشف. بعدين كل ما عجنته الخلطة وصارت دبقة باللحمة تعجن حالة بحالة، يعني ما حتعذبكم أبدا. هيك بس حصلنا على العجينة الصح. التشكيل بيصير فيها سهل، وفيكم تعملوا كل أنواع الكبب من كيلو واحد. بعدين بنحضر الحشوة اختيارية، المكسرات أنا ضفت جوز، لوز، كاجو، صنوبر، أي نوع عندكم إياه. وعندي اللحمة شوي مدهنة، ما يقارب 700 ل 800 غرام، قليتهم بشوية زيت نباتي. حاولوا تفرفدوهم مزبوط، يعني اللحمة ما تكون مكبتلة، صح ناعمة بس فرفدوها بالشكل هذا. أنا كتير بستمتع لما أشوف اللحمة هيك مفرفدة. ضفت لها بصلة، شوية بهارات، 7 بهارات. والسر حتى ما تفرط معكم الكبة، صفوا اللحمة تماما وضيفوا لها المكسرات. ما تنسوا اللايك. سلام.